أخبارك إيه يا زميلي؟ عامل إيه؟ أتمنى تكون بخير. لو رجعنا للحلقة الأولى اتكلمنا عن إيه كمبيوتر، وعرفنا إن الكمبيوتر عندنا بيتكون من جزئين أساسيين، هو الهاردوير وده اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت، والنهارده هنتكلم على الجزء اللي بيحرك كل ده اللي هو السوفت وير. هنعرف يعني إيه سوفت وير، هنعرف ليه بيقولوا على السوفت وير مخ الكمبيوتر، ولو هو مخ الكمبيوتر فليه بنعتبر السي بي يو عقل الكمبيوتر. يلا نتكلم عن الحاجات دي بالراحة مع بعض ومن غير تعقيد، يلا بينا. يلا بقى نبدأ واحدة واحدة ونعرف إيه هي أصل الحكاية، نعرف يعني إيه سوفت وير، بيشتغل إزاي، بيعمل إيه. تعال أقول. بص يا عم، السوفت وير ببساطة كده هو كل الأوامر والتعليمات اللي أنت بتديها للكمبيوتر، من أول تكة الزرار اللي أنت بتدوسها كده عشان تفتح حاجة معينة أنت عايزها، هو اللي بيخلي الكمبيوتر يعملها. وهو مش حاجة ملموسة، هو حاجة بتحصل جوه الكمبيوتر وتظهر لنا إحنا على الشاشة. يعني مثلا زي إيه؟ زي لما تفتح برنامج الوورد مثلا. برنامج الوورد ده بنعتبره سوفت وير، زي مثلا لما تفتح بابجي أو فيفا أو أي حاجة، دي بنعتبرها سوفت وير. زي مثلا لما تفتح فيجوال ستوديو دي بنعتبرها سوفت وير. يعني ببساطه كده السوفت وير هو الحاجه اللي بتخلي الكمبيوتر لسه عايش وفاهمك، بيفهم انت بتعمل ايه وبيفهم الحاجات اللي انت عايز تعملها. طب حلو قوي الكلام ده، بس تعالى بقى نعرف السوفت وير ده اصلا بيشتغل ازاي. بص يا عم، السوفت وير ده عامل زي العيل الصغير كده. العيل الصغير اول ما بيتولد بيتعلم منك شويه حاجات وبيتعلم منك اللي انت بتعمله وبيعمل زي السوفت وير، يعتبر زيه كده. يعني بص، السوفت وير بيتكتب بلغات كتير قوي زي مثلا بايثون، زي السي بلس بلس، زي السي شارب مثلا، اي حاجه من الحاجات دي بتكتب السوفت وير. تمام. بيجي مبرمج يكتب كود معين مثلا لاي ابلكيشن، مثلا برنامج الوورد ده عباره عن كود معين جوه، هو مش ظاهر لك، هو انت ظاهر لك الواجهه بتاعت البرنامج والجي او اي والابلكيشن نفسه، بس مش ظاهر لك الكود اللي جوه. انت مثلا بتيجي جوه البرنامج عايز تعمل حاجه معينه، فده الكمبيوتر بيسترجع بقى ايه الكود اللي مكتوب جواه، يفهم الكود اللي مكتوب جواه، ينفذ لك الامر اللي انت عايزه. اللي هو انت عايز امر معين مثلا، فهو انت كتبت ان انا مثلا عايز اعمل كذا كذا كذا، فتلاقي الكمبيوتر ايه يفهم الامر ده، يعمل لك اللي انت عايزه. فهو ده كده السوفت وير، عباره عن شويه اكواد مكتوبه المبرمجين كتبوها عشان يعلموا الكمبيوتر ازاي يفهمها، فهو بيفهمك يعمل لك اللي انت عايزه. لكن مين اللي بينفذ بقى معانا الكلام ده فعليا؟ اللي بينفذ معانا الكلام ده فعليا البطل الخفي بتاعنا اللي هو السي بي يو. استنى كده، احنا كده بنقول ان السي بي يو هو عقل الكمبيوتر، بنقول ان السوفت وير هو مخ الكمبيوتر. طب يعني ايه اصلا، او ازاي، او ليه، او كده؟ تعالى افهمك الفرق بينهم. بص يا معلم بالراحه كده، السوفت وير هو المخ اللي بيفكر ويقول عايزين نعمل كذا كذا كذا، فيجي السي بي يو اللي هو العقل يروح رايح عامل يقول يلا نعمل وياخد القرار ويعمل. يعني زي ايه؟ يجي مثلا السوفت وير يقول انا عايز افتح فيديو، يلا نفتح فيديو، فيجي السي بي يو يروح رايح فاتح الفيديو. يعني يعتبر كده كأن السوفت وير بتاعي هو القائد، والسي بي يو هو التابع بتاعه او الخادم، اللي هو السوفت وير يقول يلا نعمل كذا، فالسي بي يو يروح رايح عامله. ان هم يعتبر الاثنين مع بعض ايه، زي فريق. يعني سوفت وير من غير سي بي يو كأنك معاك دماغ بتفكر بس مش عارف تنفذ حاجه، والسي بي يو من غير سوفت وير كأنك معاك حاجه بتعمل آلة شغاله بس مش عارف انفذ ولا اخد قرار ولا افكر في قرار اصلا. فهم كده، عشان كده عرفنا ليه السي بي يو محتاج سوفت وير والسوفت وير محتاج السي بي يو. تمام كده كده احنا عرفنا السوفت وير ايه وبيشتغل ازاي وايه هي دنيته. طب هل السوفت وير بقى ده نوع واحد ولا كذا نوع ولا ايه بالظبط؟ بص يا عم، السوفت وير عندنا بيتقسم لنوعين كبار، حاجه اسمها السيستم سوفت وير وحاجه اسمها الابلكيشن سوفت وير. بص يا عم، يعني ايه السيستم سوفت وير؟ هو ده اللي بيشتغل معاك من اول لحظه الجهاز بيشتغل فيه، اللي هو يعتبر كده الاوبريتنج سيستم بتاعه، زي مثلا الويندوز، اللينكس، الماك كده اهو. او مثلا زي مثلا التعريفات اللي انت بتنزلها على الدرايفر بتاعك. يعني من الاخر كده هو اللي بينظم الشكل العام للجهاز بتاعك، هو الحاجه الكبيره بتاعتك. تمام. طب ايه هو الابلكيشن سوفت وير؟ الابلكيشن سوفت وير بقى ده اي ابلكيشن موجود معاك على الجهاز بتاعك، اي تطبيق انت بتنزله عشان يعمل لك مهمه معينه. فالابلكيشن سوفت وير ده بيعمل معاك حاجه معينه انت منزل عشان خاطر غرض معين. انا مثلا نزلت ببجي او فيفا عشان انا عايز العب، نزلت الوورد او الشيت مثلا عشان انا عايز انظم حاجات واعمل حاجات. فيبقى الابلكيشن سوفت وير هو ده اللي بينفذ معاك حاجه معينه، حته معينه انت عايز تنفذها، عشان كده هو بيعملها لك. يبقى هو ده كده السيستم سوفت وير والابلكيشن سوفت وير. بس على فكره بقى، السوفت وير ما بقاش موجود معانا جوه الكمبيوتر بس او جوه الموبايل بس، السوفت وير بقى موجود حوالينا في كل حاجه في حياتنا. يعني ايه يا يوسف؟ هقول لك انا. بص، السوفت وير بقى دلوقتي موجود معانا في السمارت ووتش اللي احنا بنستخدمها مثلا. بقت لو جبت اي سمارت ووتش هتلاقي عليها ابلكيشنات مثلا بتحسب مثلا النبض، بتحسب انت مشيت كام خطوه، مثلا ممكن ترد من عليها على المكالمات وكده، فده سوفت وير. عندك مثلا السمارت تي في او الثلاجات الحديثه مثلا، الميكرويف، الغسالات. دلوقتي بقينا نعرف نعمل الحاجات دي كلها ونعرف نتحكم فيها مثلا بابلكيشن تليفون مثلا، او نتحكم فيها من عن بعد.
فده كده سوفت وير اصلا، ده سوفت وير موجود معانا على الاجهزه الجديده عشان نعرف نتحكم فيها. فعشان كده السوفت وير بقى موجود حوالينا في كل حاجه، وبقى جزء مهم قوي في حياتنا كلها عامه، مش مجرد في الموبايل بس او اللابتوب او الكمبيوتر بتاعنا وبس على كده. طب انت ليه بقى اصلا تتعب نفسك وتقعد تفهم يعني ايه سوفت وير وبيشتغل ازاي وبيتكون من ايه وكل الكلام ده؟ تعالى اقولك. لما هتفهم يعني ايه سوفت وير هتعرف توصل لكل الامكانيات بتاعت الجهاز بتاعك، هتعرف تستخدم جهازك بذكاء اكتر، هعرف اوصل لكل اللي انا محتاجه جوه الجهاز، فهعرف ان انا استفاد باكبر كميه من امكانيات الجهاز بتاعي. هعرف مثلا ان انا لو حصل لي مشكله بسيطه مثلا هعرف ان انا احلها، يعني مثلا ظهر لي ايرور معين او حاجه بسيطه او كده هعرف احلها. لو انت مثلا عايز تدخل في مجال البرمجه مثلا والكودينج والكلام ده، يبقى انت اكيد لازم تفهم السوفت وير، عشان انت اصلا اللي هتبقى بتعمل السوفت وير ده، عشان احنا اتفقنا ان المبرمجين هم اللي بيكتبوا السوفت وير مثلا بطريقه معينه او كده. فانت لو عايز تدخل في مجال الكودينج او كده يبقى انا محتاج افهم سوفت وير، عشان يبقى ده اول طريق اللي انا همشي فيه. يبقى كده عرفت انا ليه ممكن بحتاج ان انا اعرف مثلا يعني ايه سوفت وير، بيشتغل ازاي، بيتكون من ايه. فباختصار كده السوفت وير هو اللي بيخلي الجهاز بتاعك عايش ويعرف يفهمك. من غيره الكمبيوتر يعتبر هيبقى زي مثلا صندوق موجود قدامك وخلاص، ما يعرفش ياخد معاك ويرد عليك مثلا وينفذ لك امر معين او كده. اكتب لي بقى في الكومنتات انت ايه اكتر ابلكيشن بتستخدمه في حياتك اليوميه، وايه اكتر ابلكيشن بتتعامل معاه، وايه هو الاوبريتنج سيستم اللي انت بتستخدمه. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم يوسف من قناه كودياك، سلام.